صباح الخير إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم قراءة هذا تاع 10 دقائق في السنيبة هذه اللي راهي دايرة حالة. البنة عالمية كالعادة، ما تنسوش فقط إذا عجبكم المحتوى تاعي تضغطوا على زر الاشتراك وديروا إعجاب. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندي 400 غرام سكالوب روج، تقدروا تعوضوها بلو بلون دو بولي، صدر الدجاج. عندي ملعقة صغيرة من راس الحانوت، وعندي ملعقة صغيرة من الملح. عندي حبة بصل متوسطة الحجم، تكون تحت الكبيرة شوية، تحت الحجم الكبير بشوية، سكرفشتها في الخشين. عندي أيضا كمية من الحشيش حسب الرغبة وحسب ذوق العائلة، وكمية من الزيت، ما تكتروش بزاف، نديوها فوق النار نقليوها، ما نشفوهاش كامل من الصوص هذيك باش ما تكونسوميناش بزاف كريمة الخفق. نجيب كريمة الخفق لهنايا لا كريم فريش، رميت قيس. في المرحلة هذه اللي تحب دير لاصوص بيشاميل تجيها أحسن من كريمة الخفق، تجي بزاف بنينة. لهنا انا كنت مزروبه درت كريمه الخفق، مي معليش جات بنينه كمان، ما جات بنينه. نخلط المكونات، راكم تشوفوا بلي مازالت لي شي لاصوص من تحت. نخلطوا كامل المكونات تاعنا مليح مليح، ونبداو نضيفوا لها في البيض بالتدريج. نسحقوا الخليط تاعنا يجي جاري. انا الكميه هذه درت لي 6 حبات بيض. نسحقوا الخليط تاعنا، قلت لكم يجي جاري باش ما ينشفلكمش في الفرن، باش ما يجيكمش الكراتان تاعكم ناشف في الفرن. نخلطوا كامل المكونات تاعنا، نخليكم مع الصوره. لهنا جبت الجبن الابيض، ندي منه شويه، نقطع قطع صغيره نرميها لداخل. المرحله هذه تقدروا تستغنوا عليها لخاطر دوك نزيدو نضيفو بالفوقها الجبن الابيض، مي تزيد لها بنه. نجيبو المول تاعنا اللي كنت دهنته بالمارغرين، دهنته كامل من تحت ما مع الحواف، دهنوه مليح باش ما يلصقلكمش. اللي ما عندهاش المارغرين تقدر دير الزيت عادي. نرميو الخليط تاعنا كامل، لازم يكون كامل مستوى واحد باش ماشي جهه تجي ناشفه وتجي جهه تجي مشمخه. نسويو هكايا، زغدو الصينيه تاعكم مليح، نسويو كامل السطح مليح. لهنايا عندي زيتون كوبي، انا شريته كومبلي وكوبيتو انايا في الدار باش تحصلوا على نوعيه مليحه. كيما شفتوا تاع برا يجي كامل متلوخ وقدام الاغلبيه. لهاد المرحله اللي تحب الزيتون تستغنى عليه، مي يزيد بنه هايله بزاف الكراتان ديالنا. لهنايا غلطت نورمالمون ندير جبن ابيض في المرحله هذه، اللي ندير الجبن الابيض غلط، بديت نربي من بعد تكاكيت مع روحي. لهنا في المرحله هذه تقدروا ديروا الجبن الابيض هذا، ولا تشرو الجبن هذاك تاع لي همبرغر اللي يديروه من الفوق، يعطي له بنه بزاف هايل. برك انتبهوا له في الفرن، ما تخليوهش ينشف، شعلوا له غير من التحت، ما تشعلولوش من الفوق، بيسك هذاك حساس الجبن هذاك تمتم يجي يابس، كي ينشف يجي يابس. نكمل نوزعه كامل الجبن الابيض من الفوق. انا جبت شيدر نربيه من الفوق كميه مليحه، ولا استعملوا اي جبن تحبوه. تقدروا ديروا حتى الجبن هذاك تاع لي همبرغر هذاك الكاري مالفانا، نستعملوه هكا في السطح تاع لي كراطا ويجي بزاف بنين، يجي هايل عادي. برك انتبهوا له بيسك هو شويه حساس، ما تعيروش من الفوق وما تطولوش عليه بزاف في الفرن. تسمى انا كي يلحق لي نص طياب الكراطا ديالي باش نخرجو نكمل نضيف له هذوك الشرائح. خليته مده 20 دقيقه، وهاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها. ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وما جاكمش طويل. نتلاقاو في فيديو اخر، وتهلاو في روحتكم، والسلام عليكم.